سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وصحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه جديده اللي هي باتيسري. هاد الباتيسري لا فوغي نواغ. نقولوا بسم الله ونبداو في المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه نبدا بها هي نحضر البسكوي راح نحتاج 5 بيضات، 5 بياض بيض و5 صفار. هذا البسكوي بدون فرينة، بالكاكاو فقط. وعندي ايضا الكاكاو والسكر. نجيب وعاء ونحط فيه 5 بياض بيض. بياض بيض يكون بدرجة حرارة الغرفة. وعندي ايضا 150 جرام سكر. اول حاجة نبدأ نطلع البياض البيض نتاعي ونبدأ نضيف في السكر 150 جرام سكر ونطلعه على شكل ميرانج. كما راكم تلاحظوا لهنا، بعد ما بدا البياض نتاعي يطلع راح نبدأ نضيف في السكر. نضيف السكر بالتدريج حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي ونكمل نخفق. بعد ما طلع بياض البيض نتاعي على شكل ميران كما راكم تلاحظوا، شوفوا القوام اللي تحصلت عليه. راح نبدا نضيف في الصفار، نبدا نضيف في الصفار البيض ونخفق. في الوقت اللي نضيف فيه الصفار نستمر في الخفق حتى نكمل كامل الكمية تاع الصفار. هذا البسكوي يجي بزاف خفيف، فقط تبعوا المراحل تاعو بالتفصيل. بعد ما تحصلت على هذا القوام الكريمي، لهنا راح نضيف الكاكاو. بالنسبة للكاكاو عندي 50 جرام كاكاو. كاكاو استعملت كاكاو بني غامق، ما استعملتش كاكاو اسود. لهنا يا البنات ما تستعملوش الكاكاو الاسود لانه راح يمدلكم ذوق مش مليح. استعملوا كاكاو يكون نوعية مليحة بني غامق. انا به البسكوي نتاعكم يجي غامق. نصفي كامل الكمية تاع الكاكاو اللي عندي ونبدأ ندخله في الخليط بهذا الشكل. طريقة الخلط نتاعو يكون مثل ما نخلط الجينواز العادية. نحاول اني ندخل كامل الكمية تاع الكاكاو في الخليط حتى يتجانس مليح. في هذا الوقت نكون شعلت الفرن تاعي على 150 درجة ونكون سخنته مليح. نجيب الصينية اللي راح ندخلها للفرن، كنت غلفتها بورق الطهي. بالنسبة للطول والعرض 30 على 40 سنتيمتر. نفرغ كامل الخليط. بعد ما فرغت كامل الكمية تاع الخليط نجيب سباتيل ونحاول نمشي على كامل الصينية. ندخل الصينية تاعي للفرن. بالنسبة لمدة الطهي يكون من 12 دقيقة إلى 15 دقيقة، لأن حسب الحرارة تاع الفرن نتاعكم. وبعد ما البسكوي نتاعي طاب راح كي تمسوه من الفوق راح تلقاوه ناشف. نخليه يبرد، من بعد راح نبدا نحيه من البلاطو. كما راكم تلاحظوا راح نتحصل على بسكوي بزاف خفيف.
بالنسبة للتقطيع تاع البسكوي هذا راح نستعمل نفس السرسو اللي راح نخدم فيه. هاد السرسو القطر نتاعو 18 سنتيمتر. نحاول اني نعمل الاطراس بهذا الشكل ونعاون بالموس. راح نتحصل 2 قطع. بعد ما نقطع البسكوي نتاعي نروح نحضر لاموس. نجيو نخدمو لاموس. بالنسبة للاموس عندي ورقة جيلاتين، الوزن تاع الورقة 3 غرامات. نقص الورقة تاعي الى نصفين ونحطها في ماء يكون عادي، ما يكونش ماء سخون وما يكونش بارد، يكون عادي. نحط الورقة نتاعي تطرى ونخليها جانبا. نجيب ايضا شوكولا، عندي 175 غرام شوكولا. نخلط بينها، عندي 150 غرام شوكولا نواغ و25 غرام شوكولا بالحليب. نحاول اني نستعمل نوعيه تكون مليحه تاع شوكولا باه لاموس نتاعكم تجي بنينه. كما راكم تلاحظوا حطيت 150 غرام شوكولا نواغ، نزيد نضيف لها 25 غرام شوكولا بالحليب. وفي كاسرونه نحط 125 غرام حليب، وهاد الحليب رايحه نحطه يسخن. نحط الحليب نتاعي يسخن مليح حتى يوصل درجة الغليان. كما راكم تلاحظوا بعد ما سخنت الحليب نتاعي مليح نزيد نضيف عليه الشوكولا اللي كنت وزنتها 175 غرام شوكولا. خلطت 150 غرام شوكولا نواغ و25 غرام بالحليب. نخلي الشوكولا نتاعي شوي، من بعد راح نبدا نحرك. راح تلاحظوا راح تبدا تذوب. بعد ما ذابت الشوكولا وتجانست مع الحليب نجيب الورقه تاع الجيلاتين، نحاول اني نحي لها الماء الزايد ونحطها ونحرك مليح. والان يا البنات هذا الخليط تاع الشوكولا والحليب والجيلاتين راح نخليه جانبا ونخليه يبرد مليح، لانه من بعد راح نضيفه على الكريمه سائله. نجيب وعاء اللي راح نطلع فيه الكريمه السائله. عندي 240 كريمه سائله، استعملت النوعيه اوبلا. حاولوا انكم تستعملوا نوعيه تكون مليحه بها الكريمه نتاعكم تطلع. واذا ما عندكمش نوعيه مليحه استعملوا اي نوعيه، ضيفوا لها فقط ملعقه من بودره الشونتي باه تطلع لكم. عندي له 240. ونجيب الضراب الكهربائي ونطلعها مليح. نكمل نخفق مليح حتى نتحصل على قوام كريمي. في بداية ما نبداو نتحصلوا على هذا القوام الكريمي نحبس، ما نكملش نطلع حتى نتفزت لي الكريمه نتاعي. بعد ما طلعت الكريمه نتاعي مليح نجيب الخليط تاع الشوكولا ونبدا نضيفه. هذا الخليط ما لازمش يكون سخون، اذا كان سخون راح يهبط لكم الكريمه. ضفت نصف الكميه ونكمل نخفق. ونزيد نكمل الكميه المتبقيه. ونكمل ايضا نخفق. وفي الاخير هذا هو القوام اللي راح نتحصل عليه، قوام كريمي. الان نجيب البسكوي اللي كنت خدمته ونجيب ايضا السيرو. بالنسبه للسيرو اللي راح نشرب به البسكوي
استعملت كاس سكر بزوز كيسان ماء. السيرو يكون سيرو عادي، اي سيرو تخدموه. بعد ما حضرت السيرو نجيب لاغوم تاع السوغيز ونحط لهنا باه نكه البسكوي نتاعي. نحط حوالي نصف ملعقه صغيره من لاروم ونخلط السيرو نتاعي مليح. نجيب نفس السارسو اللي كنت قطعت به البسكوي، هو نفسه اللي راح نحط فيه. هذا السارسو كنت غلفته بورق شفاف كما راكم تلاحظوا، ونحط الطبقه الاولى من البسكوي. نشرب الطبقه تاعي مليح من البسكوي. اذا كنتو متحبوش البسكوي نتاعكم مشرب مليح قادرين انكم تستغنوا على السيرو. الان نجيب لاموز اللي كنت خدمتها ونحط نصف الكميه تاعها، نقسمها الى نصفين، نحط النصف تاع الكميه. ونجيب سباتيول ونحاول اني نمشي على كامل السارسو بطريقه بزاف سهله. ونحط في الوسط طبقه من البسكوي. نزيد نشرب البسكوي ونزيد نفرغ عليهم الطبقه الثانيه من لاموس اللي بقات. نفرغ كامل الكميه تاع لاموس اللي بقات لي. ونمشي بسباتيل على كامل السارتو. نعدل مليح بسباتيل ونحاول انها تجي متساويه. في هذه المرحله راح ندخل السرسو نتاعي للمجمد من 6 ساعات الى ليله كامله، من الاحسن نخليه ليله كامله. بعد ما خليت السرسو نتاعي في المجمد ليله كامله نروح نخدم كلاصاج شوكولا. هاد الكلاصاج راح تحتاجوه بزاف وراح تحتاجوه في عده وصفات، انا راح نخدم لكم به هاد الوصفه وراح نخدم به ان شاء الله الوصفه القادمه. بالنسبه للكلاصاج واش نحتاجو؟ عندي 2.5 اوراق من الجيلاتين، 2 اوراق ونصف من الجيلاتين. نقص اوراق الجيلاتين ونحطهم في ماء يكون ماء عادي باه الجيلاتين نتاعي يطرى. نخلي الجيلاتين نتاعي جانبا ونجيب كاسرونه اللي راح نحط فيه المكونات نتاعي، نحط فيه 75 غرام ماء. نزيد نضيف عليه ايضا 135 غرام كريمه سائله، استعملوا اي نوعيه. ونضيف ايضا 165 غرام سكر عادي. والكاكاو، بالنسبة للكاكاو استعملت 70 غرام كاكاو. الكاكاو استعملت كاكاو يكون بني غامق ويكون بني افتح منه، ما يكونش فاتح بزاف، ما استعملتش هذا البني الفاتح بزاف، استعملت بني غامق وبني يكون افتح منه. استعملت 35 غرام كاكاو بني غامق و35 غرام كاكاو عادي.
من الأحسن أني نصفي الكاكاو نتاعي من بعد يجيني الخليط نتاعي صافي. بعد ما حطيت كامل المكونات نتاعي مع بعض، نجيب فوي ونبدأ نخلط مليح حتى يتجانسوا لي المكونات. لهنا هاد المقادير نتاعي راح نحطهم فوق النار ونبقى نخلط حتى الخليط نتاعي يبدأ يغلي. كما راكم تلاحظوا بعد ما حطيت الكسرونه نتاعي فوق النار تكون متوسطه، ونبقى نستمر في الخلط مليح حتى كامل المكونات نتاعي تتجانس ويبدا الخليط نتاعي يغلي. كما راكم تلاحظوا بعد ما بدا يغلي الخليط نتاعي بهذا الشكل راح نحيه. بعد ما نحيه راح نضيف له الجيلاتين اللي كنت حطيته في الماء. عندي 2.5 اوراق تاع الجيلاتين، نحاول اني نحي لهم الماء الزايد ونضيفهم للخليط ونحرك بالفوي. بعد ما تجانس الجيلاتين مع الكلاصاج راح نحطه جانبا ونخليه يبرد. في هذا الوقت نروح نجبد السرسو من المجمد. بعد ما جبت لاموس من المجمد نحي هذا الورق الشفاف ونجيب الشاليمو ونحاول اني نمرر على كامل الحواف. نحاول اني نقيس كامل البلايص به السرسو نتاعي يتنحى بكل سهوله. بهذه الطريقه راح يتنحى لكم السرسو بكل سهوله. نحط لاموس نتاعي جانبا ونجيب الكلاصاج اللي كنت خدمته ونصبه في وعاء، ونجيب البراميكسور ونميكسي هاد الخليط. هاد العمليه نقوم بها باه تمدلي قوام يكون رطب ويكون الكلاصاج لامع وما فيه حتى شوائب. بعد ما ميكسيت الكلاصاج نتاعي راح نتحصل على كلاصاج بزاف هايل، راح نتحصل على كلاصاج يتشابه للكلاصاج ميغواغ كما راكم تلاحظوا فيه. والان نجيب لاموس نتاعي ونقلاصيها. في هذه المرحله تاع الكلاصاج كي نبدا نقلاصي نحاول اني نحط كميه مليحه كميه معتبره باه نقيس كامل لاموس. بعد ما نغطي كامل لاموس نجيب سباتول ونحاول اني نحي الكميه الفايضه على السطح بهذه الطريقه باه تبقى رقيقه. بعد ما قلاصيتها نحط لاموس نتاعي على سوطاغط ونجيب سكين ونبدا في التقطيع. بالنسبة للتقطيع راح نقطعهم مثلثات وفي كل مرة نحاول اني ندخل السكين تاعي في الماء سخون ونمسحه ومن بعد نقطع. للاخوات اللي حبوا الوصفة مكتوبة راح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، وبالنسبة للوصفة راح تلقاوها في الفيسبوك مكتوبة بالتفصيل. اذا لقيت تفاعل في الفيسبوك راح نكتبها لكم بالتفصيل، راح نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو.
بعد ما قطعت لاموس نروح للتزيين. بالنسبة للتزيين استعملت لابودر شونتي، طلعتها مع الماء عادي، والتزيين اكيد يكون اختياري. نعمل وردات بهذا الشكل. الوردات نعملهم فوق كل قطعة من المثلث، ونحط حبات من الكرز. وفي الاخير كما راكم تلاحظوا راح نتحصل على هذه النتيجة. وبهذا نكون جينا الى نهاية الفيديو تاعنا تنهار اليوم. ان شاء الله تكون الوصفة نالت اعجابكم. بهذا نقولكم الى فيديو اخر ووصفة اخرى ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.